اخوان ممكن تساعدوني؟ ما عندي محتاج. امشوا لك لا تدوخنا، يلا اطلع منا. علاوها ليش طرده؟ اذا يا اهلي جاطي يخلصني فلوسي واضل. تعال حبيبي لا تروح، تعال اوقف ثواني. علاوه اسمع خليني اسولف لك هاي السالفه. قبل لا اسولف لك صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بيوم من الايام عائله فقيره راحوا للنبي، قالوا له انت مو تقول انه اني نبي الله ورب العالمين ممكن يسوي كل شيء؟ قالوا له انه احنا فقراء واذا يوم تغدينا احنا ما راح نتعشى بهذا اليوم، نريد من ربك انه يرزقنا ممكن نعيش هاي الحياه وبغينا شويه. اي وصار. فقام النبي دعا رب العالمين، رب العالمين قال له انا استجاب دعاهم بس بشرط، راح يغنون لمده سنتين بس بعد السنتين راح يرجعون فقراء اكثر من هسه. فهم ايش قالوا؟ قالوا احنا قابلين، احنا خلينا نعيش ذن السنتين بغينا وبعدها عاد نرجع فقراء. فراحوا وصدق قام تجيهم الخيرات ما يعرفون من وين تجيهم الفلوس. فذول الفقراء بعد ما صاروا زناقيل، المدينه مالتهم بها 4 مداخل، على كل مدخل قاموا يوزعون به اكل للرايح والجاي، كل شخص يطب للمدينه واللي يطلع من المدينه ياكل. وصار بعدين؟ خلصت السنه الاولى وخلصت السنه الثانيه وصاروا بالسنه الثالثه ذولا صفنا وقالوا النبي قال لنا انه احنا 3 سنوات وتخلص هاي الخيرات اللي عندنا ونرجع فقراء. فاستغربوا وراحوا للنبي قالوا له انت قلت لنا سنتين نرجع فقراء اكثر من هسه، احنا صرنا هسه السنه الثالثه والخير يزود ما ينقص. فالنبي استغرب وظل بموقف، فقال له الهي انه انت قلت لي سنتين يرجعون فقراء، هسه ذولا خيرهم زاد ما نقص. رب العالمين رد على النبي وش قال له؟ قال له انا خير الكارمين، وذولا كرموا باللي عندهم وشبعوا البادم بالفلوس اللي اعطيتهم اياها، وانا خير الكارمين، تريدني انا اخذ الفلوس من عندهم وهم كرموا بيها؟ فيا علي خلي ببالك كل شخص يكرم رب العالمين ما راح ينساها له ورب العالمين راح يكرمه. فيا علاوه هسه قوم اعتذر من الولد خطيب لا ترده.